سابينو أشهر إسلامه مساء اليوم بعد أن نطق الشهادتين في أحد المساجد في مدينة جدة. الجدير بالذكر أن سابينو انضم للطاقم التدريبي في نادي الاتحاد في أغسطس 2016، وخلال 7 أشهر أو أقل من 6 أشهر، أقل 5 شهور، خلال 5 أشهر أعلن إسلام. نتابع. لا إله إلا الله وأشهد الله أسأل الله يثبت ونسأل الله وبارك لأخيكم. اللي زودنا، كل الشكر طبعا للمصور الزميل سيف حموى اللي زودنا بهذا المقطع. أخذ كلمة الختام من عند خميس الزهراني. كل يعني ما يمكن يحدث من سلبيات أو أخطاء في كرة القدم أو في الأندية ممكن أن نتجاهلها أمام هذه النماذج المشرفة. حقيقة تستطيع الأندية أنها تكون منابر رائعة جدا لدعوة غير المسلمين للإسلام، وتستطيع أنها تعكس صورة مشرفة لنماذج مضيئة. وأيضا أكبر من كرة قدم كونها لعبة، هي أيضا رسالة سامية، وأيضا بيئة جاذبة، وأيضا منبر جميل نستطيع أن ندعو غير المسلمين للإسلام. أنا بس على عجالة، أنا أعتقد لو أراد الأستاذ عبد العزيز التويجري أو الأستاذ عبد الله السبيعي، اللي أشكره على شجاعته ويتحمل المسؤولية، لو أراد أن يقدم عشرات الدورات وورش العمل والمحاضرات للإداري اللي أخطأ اليوم، هذا الخطأ أفضل من هذا كله. أخذ اليوم الرجل دورة تدريبية تستطيع تخدمه عشرات السنوات. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك أبو صقر، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لك. اقول ان شاء الله ربي يثبت هذا الحارس المرمى مدرب الحراس. اقول الله يثبته على الاسلام، والحمد لله ان شاء الله يكون فاتحه خير عليه. الله يجزاك خير يا ابو فهد. الحمد لله ما دامت انه وجد البيئه اللي انه يعلن فيها اسلامه، اذا وجد تعامل طيب من المسلمين. الاتحاد يعطيك العافيه ابو فهد. بس بيئه جهازك ضغطت انت على رابط وهكروا شمعون، هذا اثنين هكروا. لا شمعون ما يجي عندي نهائيا. طيب شكرا. شمعون مين؟ في شمعون مات ولد. بكره موعد اخر معك شيء دوري، تمسوا على خير.